هنتعرف النهاردة على أكبر سرين في حياة. السر الأول هو مين الحب الأول والحب الأكبر حتى الآن في حياة كريستيانو رونالدو. الحب الأكتر والأكبر في حياة كريستيانو هي اللي قدامنا دي، إيرينا تشيك. إيرينا تشيك هي عارضة أزياء روسية، هي فائقة الجمال، وهو بيوصفها دايما إن حبيبته إيرينا هي أجمل وجه في الكون. يعني دايما هو بيقول كده. كريستيانو رونالدو تعرف على إيرينا شيك في أحد الحفلات في 2010. سنة 2010 بدأت علاقته بإيرينا واستمرت حتى 2015 على فكرة، وكانت علاقة حب قوية جدا، وكان بيحاول يخفيها بقدر الإمكان، ما كانش بيطلعها على السوشيال ميديا والحاجات دي. لكن طبيعة عملها ان هي عارضة ازياء، وهو طبعا نجم كبير كريستيانو، فكانت لازم بتطلع على السطح بتطفو اخبارهم. إيرينا وكريستيانو كانوا متفقين على الجواز وكل حاجة، ولكن حصل خلاف في 2014 هو اللي أدى لانفصالهم. لكن ظلوا وحتى الآن أؤكد لكم أنه حتى الآن هي حبه الأول وحبه الأكبر. سبب الخلاف وانفصلوا طبعا هو اتقال حاجتين، يعني او اكتر من حاجه. اولا طبعا السر الاول مرتبط بالسر الاكبر، وهو مين؟ والده الابن الاكبر لكريستيانو رونالدو، اللي هو الولد الكبير جونيور اللي عنده دلوقتي حوالي 12 سنه. بس هقول لكم الاول اللي اتقال على انفصال إيرينا ورونالدو. اتقال ان سبب الانفصال، وده الاكيد، انه في عيد ميلاد والدة كريستيانو الستين في 2014 كانوا متفقين ان عاملين حفله كبيره، وكان موظف كريستيانو ان إيرينا هتحضر الحفله، لكن إيرينا كان عندها عرض ازياء فما قدرتش تيجي، وده اعتبرته والدة كريستيانو ان دي اهانه كبرى. وكريستيانو بيعشق والدته ومرتبط جدا ارتباط عائلي كبير، فمن ساعتها والعلاقه يعني انقطعت ما بينهم وبين بعض. في ناس تانية بتقول لا، الخيانة اللي حصلت من كريستيانو رونالدو في 2012 هو كان كريستيانو اتهم في خيانة إيرينا مع بنت نادلة في بار في انجلترا، وده برضو كان من الاسباب. وانا هقول لكم بقى السر هنا هيفوح السر بتاع جونيور ابنه، انه يقال ان النادلة ديت هي والدة جونيور ابن كريستيانو الاول الكبير. لاني بيتقال ان هي كانت عندها 20 سنة لما حملت من كريستيانو في 2010، حملت منه في ابنه جونيور. طبعا اخفوا عن الاعلام، وهقول لكم ازاي اخفاها. بس الاول نكمل شوية موضوع إيرينا بقى. برضو من ضمن الاسباب قالوا ان كريستيانو ما كانش عايز يخلف، وإيرينا كانت عايزه تخلف، بس ديت تنفيها ان هو بمجرد ما كريستيانو انفصل هو وإيرينا عن بعض. كريستيانو لو طبعا هتعرفوا انه ارتبط بجورجينا رودريجيز، وبعد كده خلف كذا، يعني دلوقتي ما شاء الله عنده 4-5 اولاد يعني. فمش هي دي، لانه في نفس الوقت هي اول ما انفصلت إيرينا شيك، لما انفصلت ارتبطت بالممثل برادلي كوبر وخلفت منه بنت على فكره على طول بمجرد ما انفصلت من كريستيانو رونالدو. فده يعني ينفي الاشاعه او المقوله دي. هنرجع نشوف. هو لغايه دلوقتي تحس ان كريستيانو رونالدو مرتبط جدا بحبه الاولاني ومتيم جدا بحبيبته إيرينا. حتى جورجينا كل اللي بتعمله شايفينها، يعني حياتها كلها واقفه على كريستيانو، ولكن حتى الان بتحس كده لما ان كريستيانو في حاجه برضه ناقصاه. ما علينا، هنرجع بقى للسر الاكبر في حياه كريستيانو رونالدو. من هي ام ابنه الاكبر جوني؟ طيب زي ما بنقول اتقالت ان البنت النادلة اللي كان عندها 20 سنة في 2010، وانه نام معاها مرة واحدة، عمل معاها علاقة مرة واحدة، وانها عرفت ان هي حامل، واخبرت وكيل اعمال كريستيانو رونالدو ان هي حامل. فكريستيانو كان ساعتها في كاس عالم، كانت البرتغال في كاس عالم في جنوب افريقيا سنة 2010. فوكيل اعماله قال له لازم نخلص من الموضوع ده ونشوف هو صحيح ولا لا. فكريستيانو قال له لا، انا مش هتخلى، لو ده ابني فعلا اللي في بطناه انا مش هتخلى عنه. انت عارف ان احنا من اسره كاثوليكيه، وانه بيلتزموا بالتعليم. فما كان منه الا ان عمل تحليل الدي ان ايه، واتضح فعلا ان الولد ابنه، فعقد صفقه مع البنت ديت.
قال لها انه هياخد هو الولد المولود وهيديها 10 مليون استرليني، 10 مليون جنيه استرليني، مقابل انها تنساه خالص. والبنت وافقت على كده في الاول وانتظمت حياتها على كده. ويقال ايضا ان جونيور، تخيلوا بقى، بيقولوا ان ايرينا دي والدته، بس ده طبعا يعني الكلام ده مش صحيح اطلاقا. يعني زي ما حكيت لكم قصه ايرينا، استحاله تبقى هي والده جونيور زي ما انتم شفتوا. واخر حاجه اللي اتقال برضو ان والده جونيور هي فتاه امريكيه قابلها في لوس انجلوس برضو في 2010، وحصل معاها علاقه برضو مره واحده، وهي دي والدته. ولكن السر اللي قدر يحافظ عليه طول حياته كريستيانو رونالدو، وكأنه زي الأفلام بالظبط والمسلسلات الدرامية حتى الآن. تخيلوا عدى كام سنة، 12 سنة، محدش قادر يعرف مين هي والدة جونيور ابن كريستيانو. وده يعتبر نجاح من كريستيانو انه يقدر يحافظ على سر زي كده، وده اشهر نجم من كرة قدم. في نفس الوقت تخيلوا بقى جونيور قعد وهو صغير كده لغايه عمر الست 7 سنين بقى يسال كتير قوي على والدته. بس شقيقه كريستيانو قالت للولد ان والدتك في الجنه. وكريستيانو لما عرف كده عنفها وقال لها لا، انا ابني راجل، بس انا مش هقول له دلوقتي مين والدته، انا هقول له لما يتم 18 سنه، علشان يعرف يحدد هو حياته وهيعملها ايه ويتخذ الاجراءات اللي عايز ياخدها. لكن قال انا ابني راجل وهعرفه لما يتم 18 سنه مين والدته. ونبه على اخته شقيقه كريستيانو انها ما تقولوش تاني ان والدته في الجنه وانها ماتت. والولد بطل يسال لما لقى الردود بتاعه والده دايما ما فيهاش يعني حاجه مفيده ليه. فالولد بطل، يقال انه بطل يسال. وطبعا كريستيانو شاغل حياته كلها، لو تبصوا حتى شوفوا الصور كلها، شاغل حياه الولد دايما وشاغله معاه، يعني اي حاجه بياخدوا فيها. وفعلا الولد مصاحب، يعني كريستيانو مصاحب ابنه جونيور علشان ما يحسسوش بانه ناقص حاجه. وكان قبل كده كريستيانو اتكلم في الموضوع والده جونيور، وانه ازاي سايب ابنك يعيش من غير ام. قال لهم عادي، في اولاد كتير قوي عايشين من غير ام، وكمان ساعات من غير ام واب. وانه جورجينا قامت بدور، وده اللي محبب كريستيانو في جورجينا، ان هي قامت بدور الام الحقيقيه لجونيور ابنه. حتى دايما لو تلاحظوا برضو، بصوا وشوفوا في الصور، على طول جورجينا بتعتبر جونيور ده ابنها الكبير. يعني دايما تقول ده الراجل بتاعي الصغير، وده حبيبي، وده ابني، وكلام من ده. وفعلا واضح كده من اللي بنشوفه يعني على السوشيال ميديا ان هي مهتميه جدا جدا بجونيور رونالدو. فيعني حبينا نقول لكم اكبر سرين واخطر سر في حياه كريستيانو رونالدو وحبيبته الدائمه زي ما بيقولوا في خياله إيرينا شاك. وشفنا قصه والده جونيور اللي محدش يعرفها لغايه دلوقتي. عزيزي المشاهد وصديقي في القناه، لو قدرت توصل لمعلومه عن والده جونيور رونالدو، يا ريت تبعت لنا في القناه عشان نبقى محدثين اول باول معلوماتنا عن اللي هيقدر يوصل لمين هي والده جونيور رونالدو. شكرا والى اللقاء.